مرحبا أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ أم رزقار، أهلا وسهلا فيكن. اليوم وصفتنا ملوخية ورز، وهلا خلونا نروح على المقادير. للمقادير بحتاج 180 جرام ملوخية ناشفة ومغسولة كتير منيح ومنقاية، وعندي كيلو دجاج، وعندي للمطيبات لسلق الدجاج بصل كبيرة، ورق غار، عود قرفة، 3 معالق كبار ملح، قرنفل، فلفل أسود حب، وعندي نص كاسة زيت نباتي، عندي ليمونة واحدة فريش عصرتها، و3 معالق كبار سمنة، ومعلقتين كزبر، راسين توم كبار. وللرز بدي 3 كاسات رز، معلقة كبيرة سمنة، نصف فنجان زيت نباتي. وهلا خلونا نروح طريقة التحضير. اول خطوة بنضيف المي باردة مسقعة، وبنحط الدجاج بقلبه لينسلق كتير منيح، بنقش الزفر كله، بعدين بنحط المطيبات. احبائي باخد 3/4 الثوم بهرسهم بنعمهم، وباخد الربع بقليهم بالسمنة ليتحمروا هيك بكونوا، وبضيف الملوخية فوق السمنة بحمصهم كتير منيح. احبائي في ناس بيقولوا انه اذا تزلهجت معك انه حطي لها رشة حمض مشان تروح الزلهجة. لا، وقت انت بتحطي شوية حمض هذا بتطعم الملوخية، بتعطي طعمة حموضة شوي، ولكن الزلهجة بتضلها. بس اذا بدك تاخدي ملوخية صحيحة وتكون يعني انه ما تزلهج، الشغل بالتحميص، هذا الأسرار، السر بالتحميص. التحميص ده تكون كتير كتير راكزة. وهون ضفت نص كاسة زيت نباتي ومعلقة السمنة. المعلقة الثالثة رح أقليهم فيهم الكزبرة والثوم. أحبائي هلا السمنة والزيت اختياري، في ناس بيطبخوها كلها بالسمنة، في ناس لا بكسروها بالسمنة ونصها بزيت، هاد شي بيرجع لكم. إذا بدكم تطبخوها بالسمنة كلها بتحطوا معلقتين زيادة، يعني أنا حاطة 3 معالق سمنة، بتحطوا 5 معالق، ويفضل سمن حيواني أطيب بالطبخ. وهون بعد ما تقلت الثوم والكزبرة بضيف الملوخية، بقلبهم تقليبتين، وبعدين بضيف عليها مرقة الدجاج. وهلا بنضيف مرقة الدجاج، طبعا هون حسب كل واحد شو بحب، يعني كيف بحب. هلا انا بحب يكون في لها شوي صوص تبعها للملوخية، وفي ناس لا بحبوها تكون ناشفة، هون بيرجع لكم. هذا انا لهي الطبخة كلياتها ليمون حجم متوسط بعصرها، وبحط بالاخر قبل ما اطفي الغاز بحط هاي عصرة الليمون كطعم تعطي اطيب، ومو انه مشان انه تزلهج، لا انا هلا من دون ما احط الليمون الملوخية فرجة، ما في لا زلهجة ولا شي. ليش؟ لانه طريقة التحميص المزبوطة تعطيها ما بتعطيكي طاول. انا بحط الليمون بس كمنكه فقط. وهلا كمان بعد ما حطيت الليمون طفيت الغاز، اخر شي بنحط الدجاج، بحط لها رشة بهار اسود وبسكر عليها لتتهدى شوي، وبعدين على التقديم. وهلا بدي اسوي الرز. حطيت الفنجان الزيت نباتي ومعلقة السمنة، وضفت الرز طبعا، وبحط هلا مرقة الدجاج 3 كاسات، كل كاسة رز كاسة ونص مرقة الدجاج. وعن جد أحبائي أنا الماجي من السوق ما بدخله على بيتي، أنا كله بسويه على إيدي، وحتى الماجي أنا بسويه على إيدي. بس أنا الرز مع الملوخية هاي طريقتي، عن جد تطلع كتير طيبة، وجربوه. ولهون بينتهي الفيديو تبعنا أحبائي، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. لا تنسونا باللايك وبالشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. بنحبكم كتير، وسلام.